اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. ساعات كده واحنا قاعدين بيهف علينا ناكل بيتزاية، نرجع نقول هنخش نعجن ونخمر ونخش المطبخ ونولع الفرن في الحر ده بناقص. يا اما هنجيبها جاهزة وندفع مبلغ محترم، يا اما هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا ومش هنجيب ومش هنعمل. طب ايه رأيكم النهاردة هنعمل مع بعض اسرع بيتزا في التاريخ، من غير بقى ولا عجين ولا تخمير ولا حتى جلاش ولا اي حاجة من الحاجات دي. هنعمل بيتزا اقتصادية وسهلة وسريعة ونتيجتها مضمونة، مش هتاخد معانا اكتر من 5 دقايق والنتيجة روعة. يلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. بما انها بيتزاية سريعة يبقى هنعمل اسرع صلصة بيتزا في التاريخ. معلقة صلصة، معلقة زيت، نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ملح وفلفل وشوية زعتر. في أسرع من كده؟ كده عملنا الصلصة خلاص. يلا نجيب بقى البيتزاية اللي عاملة نفسها كده بيتزاية بس ايه مكسوفة. انا جبت فطيرة. الفطير ده بيتباع كتير جدا في الافران وفي السوبر ماركت بحوالي 7 جنيه 8 جنيه، حتى ما جابتش ال10 جنيه. طبعا بتقدري تجيبي الحجم الاكبر من كده او الاصغر من كده، وممكن تجيبي اكتر من واحده. جبت الفطيره كده وجبت صينيه، وانا علشان الفطيره مستويه فانا ما حبيتش احطها جوه الصينيه، انا حبيت اخليها من بره كده. قلبت الصينيه وحطيتها على الارضيه بتاعتها علشان تبقى سهله في الاستخدام. جبت بخاخة مية ورشيت رشة كده حلوة على الفطيرة. هتسألوني ليه؟ الفطيرة خلاص استوت وما عادش فيها رطوبة ينفع ندخلها الفرن. لو دخلناها الفرن هتطلع ناشفة وبتقرمش، فلازم اديها رطوبة زيادة علشان لما تخش الفرن عقبال ما الرطوبة دي تتبخر منها تكون الجبن ساحت والخضار اللي عليها سخن. خلاص كده اتفقنا. يبقى هنديها رشتين ميه حلوين كده. وبعد كده هجيب الصلصه اللي احنا جهزناها وهقول تاني معلقه كبيره من الصلصه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، نص معلقه من الثوم المفروم، رشه من الملح ورشه من الفلفل ورشه من الزعتر وشويه زيت، سواء زيت عادي او زيت زيتون او حتى زيت التموين. بعد ما حطينا كده عملنا دهنه من الصلصه، حطيت شويه من الجبنه الموتزاريلا علشان تمسك كل الحشوه اللي هتتحط فيها. وطبعا هنا ليكي حريه الاختيار في اي حاجه انت بتحبيها، ممكن تستكفي بجبن بس وزيتون، ممكن تستكفي بخضار بس، زي ما انت حابه. انا حطيت رشه كده من الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده نزلت بالخضار. كنت مقطعه فلفل صغير، ممكن اخضر ممكن الوان، وكمان طماطميه مكعبات صغيره، وكنت كمان شايله القلب بتاعها عشان مش عايزاها تنزل ميه. وحطيت كام حته كده من البسطرمه، ممكن سجق، سوسيس، سلامي، بواقي فراخ، بواقي لحمه عندك، معلقتين لحمه مفرومه هيملوا الدنيا خالص. بعد كده حطيت شويه من الزيتون المفروم، سواء اخضر اسود زي ما انت حابه، وممكن تعملي ميكس ما بين الاتنين. واخر حاجه هنحطها تشكيله من الجبن. انا بحب جدا طعم الجبنه الرومي مع البيتزا، فهحط شويه من الجبنه الرومي. انا بجيبها كده سليمه، وبعد كده بجمدها واعملها في الكبه فبتتحول للشكل ده، ما بتكونش ناعمه قوي ولا خشنه قوي عشان تكون ظاهره كده. واخر حاجه هحطها شويه من الجبنه الموتزاريلا. طبعا الحشوه زي ما انا قلت لكم اختياري، واللي انت بتحبيه واللي انت بتفضليه والمتوفر عندك تقدري تستخدمين. طبعا ممكن نعمل اكتر من واحده هنحط لها بسطرمه، واحده ممكن لو مبقيين معلقتين لحمه معصجه نحطهم، ونعمل اكتر من طعم. وممكن في نفس الفطيره نعملها زي الفور سيزون كده، ونعمل كل ربع بحشوه مختلفه من بواقي البيت، مش لازم نجيب لها حاجه مخصوص. حطيت اخر حاجه شويه كده من الجبنه الموتزاريلا وضغطت عليها كده بايدي. وبعد كده اللي بتفرق جدا رشه كده من الزعتر. طبعا البيتزايه مستويه وكل الحاجه اللي عليها مفيش فيها حاجه نيه نخاف اللي هي متستويش، ممكن ناكلها على الحال ده. يعني الفرن سخن جدا جدا جدا، هتخش الفرن يا دوب 3 دقايق، الجبن تسيح، الفطيره تسخن، ويا سلام لو كنا مولعين كمان الشوايه. ونخلي بالنا علشان الجبنه ما تاخدش لون، لان لو الجبنه اخدت لون اعرفوا ان هي كده مش هتمط ونشفت. يعني يا دوب تسيح كده وتبقى تاخد اللون الاشقر الفاتح كده خلاص. عارفين الكيس اللي احنا كنا جايبين فيه الفطيره اللي دافعين فيه فلوس، مش هنرميه، هنجيبه برده ونغطي بيه البيتزايه كده اول ما تطلع من الفرن، وحطيت عليها كمان فوطه. يا دوب 3-4 دقايق
تشرب الصهد بتاعها كده وتفضل طرية وجميلة. خلاص كده البيتزاية بقت جاهزة، في أقل من 10 دقايق ممكن تعملي 5-6 بيتزات. طبعا بقى سهرانين في مصيف، رايحين نازلين نادي، في البيت جاي لنا حد، والله فطار وغدا وعشاء تنفع جدا معانا الوصفة ديت. حبيت ادلعهم بزيادة، طلعت كده كام مكعب من مكعبات التلج، ونزلت بأي حاجة انتوا بتحبوها سواء عصاير. انا استخدمت النهاردة المشروبات الغازية ديت. وكده بقى البيتزاية بقت جاهزة. تعالوا نقطعها ونشوف يا ترى نشفت وبقت قراميش ولا لسه فطيرة محتفظة بقيمتها. انا جبت كده اللي هي القطاعة ديت اللي بتاعت الملوخية، وبعد كده قطعت بيها. طبعا ممكن بالسكينة، ممكن تريحي دماغك خالص وتقطعي بالمقص. وده كان شكلها طرية جدا جدا جدا، وده يرجع لحبة المية اللي احنا رشناهم في الاول. كمان الجبنة عشان مطولناش عليها في الفرن سايحة وجميلة، والخضار كده مع طعم الزيتون كانت تحفة. ولا نشتريها من بره ولا نكلف نفسنا ولا ندخل المطبخ ونقف بالساعة وبالاتنين عشان نعمل بيتزاية من كتر الحر ما يبقاش خلاص لينا نفسي ناكلها. اعملوها سهلة وسريعة واقتصادية، والنتيجة بتاعتها مضمونة للناس اللي ما بينجحش معاهم العجين او ما لهمش في المطبخ. دي مش هتكلفك اكتر من 10-15 جنيه، وكمان مش هتوقفك في المطبخ اكتر من 5 دقايق، وهتبقى النتيجة تحفة. شايفين مطة الجبنة وحلاوتها؟ كفاية عليكم كده عشان ما تجوعوش مني. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.